السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أعرفكم بنفسي. أنا جيلان مصطفى فوزي، بشتغل لايف كوتش، أم الولدين وبنت عايشة في دبي. الحمد لله بفضل الله تخصصت تخصصات كتير قوي في الكوتشنج، منها ريزيلينس كوتش، هابينس اند ايموشن فيتنس كوتش، سيرتيفايد اي سي اف بوزيتيف سايكولوجي براكتيشنر، وسيرتيفايد ترينر. النهارده احنا هنتكلم عن شعور مهم جدا، وهو شعور الغضب. وشعور الغضب بيكون عبارة عن إيه؟ إيه هي الرسالة بتاعته اللي بيكون جاي عايز يوصلها لي؟ طب إيه هي أنواع الغضب؟ هل كل أنواع الغضب بتكون مضرة؟ ولا في ممكن جزئية مفيدة لشعور الغضب؟ ولو كان ليه جزء منه مفيد، طب إيه هي يا ترى فوائده؟ طب إيه هي الأسباب الحقيقية والخفية لمشاعر الغضب اللي بتجيلي دي؟ إزاي أعرف أتعامل معاه وأعرف أعالجه؟ ولو قررت ان انا هعالجه، هيكون جزء من معالجة الغضب ان انا اعرف اتعلم تكنيكات عملية وعلمية علشان تخليني اتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحية ومفيدة. ممكن اكتشف ان من اسباب شعور الغضب دي حاجة جوايا ان انا عايزة اتغير بسببها، او اتغير عشانها. او ممكن اكتشف ان شعور الغضب هو ان انا اواجه شخص ما بيسبب لي غضب دائم في حياتي. طب هل لو انا لجأت للحل ده ان انا اواجه الرجل او الشخصيه اللي بتسبب لي دايما مشاعر الغضب او العلاقه اللي انا فيها دي، ووصلت القرار ان انا هواجهه، هل المواجهه ليها اي شروط؟ ولا ان انا مجرد بفرغ في طاقه الغضب اللي جوايا؟ ولا لا، ازاي اقدر اواجه الشخص اللي قدامي واتبع خطوات عمليه تكون انا محتاجه اعملها في المواجهه علشان أقلل الخسائر الممكنة اللي هتحصل في المواجهة. هنبتدي دلوقتي نتعرف على شعور الغضب، وهنمثل بمثال بسيط قوي في البداية. زي الطفل لما بيجي بيقعد يخبط في الأرض، يعيط، يصرخ، بيكون غضبان من حاجة قوية جدا جدا جدا، وبيقعد يزعق، ومش بيعرف نسكته أبدا أبدا غير لما أشوف الأول وأسأله أنت عايز إيه؟ أنت إيه اللي مضايقك دلوقتي؟ هيقول لي انا عايز اللعبه، اخويا اخد مني اللعبه ورماها بعيد ومش عارف ايه. ابتدي بالظبط اروح لاخوه اخد منه اللعبه واديها له. اول ما بديله اللعبه بيبتدي الطفل ده يهدأ خالص، ويبتدي ان هو يسكت. بالظبط المثال اللي احنا ضربنا بيه ده، القصه دي، هو زي شعور الغضب بالظبط. بيكون زي الطفل، اول ما بفهم رسالته، اول ما بفهم هو عايز يقول لي ايه، وبديله اللعبه وبديله الحاجه اللي هو عايزها، شعور الغضب ده بيروح مباشرة. بس احنا شعور الغضب ليه بننام ونصحى بيه ليل نهار ليل نهار؟ مش بيروح مننا لان احنا مش بنديله الحاجة اللي هو عايزها، مش بنفهم الرسالة اللي هو جاي من اجلها. فاحنا جايين النهاردة علشان نفهم ايه هي رسالة الغضب، ونعرف ازاي نتعامل معاه بطريقة صحية، علشان شعور الغضب ده من اكتر المشاعر اللي لما بنتعامل معاها بطريقة غلط وبطريقة غير صحية ممكن جدا ان هي تخسرنا اطراف كتير قوي في علاقاتنا، وتخسرنا علاقات كتيرة جدا، وتخلينا ممكن نأذي الناس اللي حوالينا مشاعريا. رسالة الغضب ايه هي؟ هي بتكون رسالة جاية ربانية علشان أحقق التوازن والعدل. جاية علشان نحقق التوازن والعدل. بيكون الغضب ده ممكن يكون تحته مشاعر خوف. خوف من إن أنا بيكون زي بطانة كده، بيكون بطانة بسبب شعور تاني تحته، يعني ما بيكونش هو الشعور الأصلي. الغضب ده بيكون من أكتر المشاعر مظلوم من ضمن المشاعر اللي احنا بنحس بيها. ليه بقى؟ لأن احنا بنخاف منه جدا، مش بنعرف نتعامل معاه ازاي. يعني ممكن الخوف أعرف شوية أتعامل معاه، الحزن أعرف أتعامل معاه، بس الغضب بالذات ممكن ما بعرفش أعبر عنه أو أوصفه أو أحس بيه، أو إن أنا أحب أبتدي. أوقات كتير جدا بتعامل معاه بطريقة غلط، لأن الغضب في الحقيقة هو شعور مهم جدا، لأنه بيديك طاقة إنك تدافع عن حقك، وان انت تغيري وضع مش عاجبك. والغضب بيديكي شعور واحساس بالسيطره،
او ان انت ان كنترول. احنا النهارده جايين عشان نقول رسائل الغضب المتعدده، اللي هي اول حاجه بيكون جاي عشان احقق التوازن، علشان اعرف ادافع عن حقي. بيكون جاي عايزني ادافع عن حق او موقف حد تعدى على حقي في موقف، فبيحصل شعور غضب علشان استرد الحق دوت اللي هو اتسلب مني. الغضب بيجي تاني علشان يقول لي راجع توقعاتك. هل انت بتغضبي علشان بسبب انك بتكوني متوقعه توقعات عاليه جدا من نفسك، او بتكوني متوقعه توقعات عاليه من الاخرين ان هم يعاملوكي بنفس الطريقه، سواء انت كنتي ست معطاءه او بتحبي جدا الاخر، والاخر ما عاملكيش بنفس الطريقه كنت متوقعاها منه، فساعتها انت بتغضبي منه جدا. فالغضب بيجي يقول لك راجعي توقعاتك، بيقول لك راجعي نظرتك للي هو خطر حقيقي في حياتك. هل هو انت بتغضبي علشان خطر حقيقي في حياتك، ولا مجرد هو المخ بيخيل لينا ان احنا في خطر حقيقي واحنا مش في خطر ولا حاجة؟ فبيقول لك راجعي نظرتك اللي هو خطر حقيقي. الغضب بيكون عايز لما يجي بيكون عايزك تحققي قيمة انت مش قادرة تعيشيها، او مش قادرة تتوفر في ظروفك. قيمة معينة من قيمك أو مبدأ معين أنت مش قادرة تتنازلي عنه، والظروف أو محطوطة في بيئة اضطريتك إن أنت تتنازلي عنه، أو أنت مش عايشة القيمة دي، فبيحصل لك دايما بيجي لك مشاعر استفزاز وغضب من جواكي. فهو الغضب بيجي لنا عشان يقول لك لا، حقي القيمة دي، عيشي بيها. حاولي إن أنت تبقي متواجدة في ظروف فيها أو حوالين ناس عندهم نفس قيمك. طيب الغضب لما بيجي لنا بيكون عايزنا نتعامل معاه ازاي؟ هل اي شعور غضب بيجي بيكون انا لازم اعرف اتعامل معاه بتمارين وتكنيكات؟ لا، مش كل انواع الغضب المفروض ان انا اتعامل معاها واقعد واعالجها، او اول ما يجي لي شعور غضب اقول انا بقيت عصبيه. انا انواع الغضب هم نوعين. اول نوع هو غضب مؤقت وغير متكرر. النوع التاني هو بيكون متكرر. والنوع التاني هو المتكرر، ده هو ده اللي احنا فعلا محتاجين نعرف ازاي نتعامل معاه ونعالجه. اما النوع الاولاني اللي هو مؤقت حسب موقف حصل لي ويستدعي الغضب، فانا غضبت وان هو خلاص ما بقاش سمت من سمات حياتي، ان انا على طول صاحيه نايمه بهذا الشعور، وان هو مجرد مش متكرر، فدوت شعور طبيعي، ومش هضطر ان انا اقعد واتعامل معاه واعمل له تمارين، او ان انا اقدر احط على نفسي ليبل ان انا عصبية او كده. طب شعور مؤقت وغير متكرر زي ايه؟ زي بيكون وليد اللحظة وبيكون مجرد عابر. يعني زي مثلا انا واقفة في طابور في الصف، وحد جه خد دوري، فبيحصل لي مشاعر من الغضب. ف وبعد ما الموقف حصل خلاص الشعور راح من عندي وهديت تماما. شعور الغضب جه هنا يقول لي ايه؟ ان لا، في حد ابتدى يتعدى على حقك، حد هياخد دورك في الطابور، لا انا اغضبي. بس طبعا مهم ان احنا نعبر بطريقه لائقه. انا ماشيه في الشارع مثلا وبنتي فجاه بتجري مني وسابت ايديها من ايدي، وممكن عربيه تكون قريبه وجايه قربت تصطدم بيها، فانا بيحصل لي مشاعر غضب عارمه شديده جدا، لان نابع من ان انا خايفه مثلا على بنتي او ان انا بوجهها او كده. فشعور الغضب دوت طبيعي ان هو يحصل. اللي مش طبيعي بقى ان بعد ما الموقف ده يحصل افضل عايشه في وسط محبوسه في شعور الغضب ده لمده يومين ثلاثه او لمده ساعات بعد ما الموقف يحصل. هو ده ساعتها اللي انا بكون محتاجه اتعامل معاه. وشكل الغضب في النوع الاول اللي هو بيكون مؤقت وغير متكرر بيكون مجرد خارجي، بيكون غضب خارجي. اما بقى الشعور الغضب النوع الثاني اللي هو بيكون متكرر دايما، ده بيكون غضب خارجي وداخلي، وبيكون مبالغ فيه جدا جدا، وبيكون نتيجة سبب خفي باطني مش واضح، مش ظاهر قوي، مش ظاهر للجميع ومش واضح. ممكن الغضب ده بيكون بيحصل لي نتيجة ان بيحصل لي تريجر من بره، حدث محفز خارجي، فبيجي كأنك
يعني ليه تأثير كبير جدا جدا زي السيف بالظبط، كأنه طعنك كده في جرح عميق جدا، وتسبب لك في آلام نفسية قوية جدا. ولما بيظهر بيكون شكله عنيف وشديد قوي قوي. طب ازاي اقدر اتعامل او اتخلص من هذا الشعور؟ قبل ما نعرف ازاي نتعامل مع الشعور ده، محتاجين ان احنا نقعد نفكر، انا عندي الغضب اللي بيجي لي ده انهي نوع من النوعين اللي احنا ذكرناهم. النوع الاول دوت انا خلاص مش محتاجه ان انا اقعد اتعامل معاه، لانه بيكون مؤقت وخلاص بيروح اول ما الموقف بينتهي. فبيكون جاي ينبهني فعلا لوجود خطر حقيقي، عايز ينبهني لا بنتك لا قدر الله في الشارع والعربيات قريبه، حد تعدى على حقك، حد بيكون حاجه حقيقيه انا محتاجه انتبه ليها. اما النوع الثاني، لو انا فعلا بيحصل لي ثورة غضب عارمة على أبسط الأشياء، على إن أنا ممكن جدا أصب غضبي على حد ملوش أي ذنب، متكرر، صاحية نايمة بيه طول الوقت، يبقى النوع التاني ده هو اللي أنا محتاجة أعرف أتعامل معاه. ودلوقتي بعد ما عرضنا أنواع الغضب وعرفنا أشكالها، طبعا زمانكم بتقولوا إيه الغضب دوت، يا ده مضر جدا، ده أنا لازم أتخلص منه، ده هيوديني في ده. بس الحقيقة إن الغضب ليه حاجات مفيدة جدا جدا، وفي جزئية من شعور الغضب مفيدة قوي، وكمان نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هتقولي لي ازاي لما اكون غضبانة ده نعمة؟ في الحقيقة ان هو لما بعرف اتعامل معاه صح وبفهم رسالته، بحس فعلا ان هي نعمة، وان هو مش جاي يأذيني الشعور ده. وان احنا يعني استخدامنا لشعور الغضب لو استخدمناه بطريقة صحيحة بيصبح نعمة كبيرة جدا. زي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغضب، صح ولا لا؟ بس كان بيغضب ازاي وليه؟ كان لما كان بيغضب اولا ما كانش بيغضب لنفسه خالص. كان لما بيغضب كان بيحصل له ايه؟ كان بيحصل عنده حدث خارجي، حصل فيه اختلال في قيمة معينة او انتهاك لشرع او حدود من حدود ربنا. دي الحاجة اللي كانت بتخليه يغضب. فكان لما بيغضب كان بيغضب من أجل إن هو يعيد التوازن تاني ودفع التعدي على حدود الله، علشان يحقق العدل أو يحقق التوازن أو يحق القيمة أو يرجع شرع ربنا تاني. فهي فيا سلام بقى لو احنا استخدمنا الغضب زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيغضب، أو زي ما هو علمنا. ان زي ما احنا قلنا احنا بقينا نعيش بشعور الغضب صاحيين نايمين بيه، مش بنستوعب ان دي مجرد رسالة، ومش بنستوعب ان احنا زي ما قلنا ان دي ممكن تبقى نعمة فعلا. واللي هو فعلا شعور الغضب مش كله اضرار، هو ليه فوائد، بس احذري من فوائده. يا ترى ايه هي فوائد الغضب؟ فوائد الغضب متعددة. منها اول حاجة ان هي بتحسسك بالسيطرة، واثناء ما انت بتغضبي في هرمونات في الدماغ بتتفرز، بتحسسك ان انت جسمك فجأة كده بقى فيه طاقة، بقى كل اجزاء جسمك بقى فيها طاقة. وفي هرمون مخصوص بيتفرز بعد ما بتخرجي شحنة الغضب دي، بيحسسك براحة شديدة. والهرمونات اللي بتتفرز ديت ممكن تخليكي مدمنة لشعور الغضب، ان انت بيكون فجأة حاسة ان انت في طاقة هبت في جسمك، وده بيحسسك بشعور ان انت انرجيتك كده. واول ما بتخرجي الطاقه دي، بتحسي ان كانك خدتي مسكن، وان كل اعضاء جسمك مرتاحه، كانك خدتي بنادول بالظبط. فهو في بعض الهرمونات بتتفرز جوانا بتحسسنا بمتعه بعد شعور الغضب ده ما بنفرغه. فاحذري انك تقعي في فوائد الغضب دي وتستسلمي ليها وتتعاملي معاه بطريقه غلط. طب امتى فعلا اقول ان شعور الغضب دوت مضر؟ لما بيكون بقى بيسبب اذى نفسي ليا ولغيري، وبكون انا خلاص خدتها كاستراتيجيه ان انا عايزه احمي بيها الايجو بتاعي. وبيكون فعلا مضر جدا شعور الغضب لما يصبح ان الشعور هو المتحكم فيا، مش انا المتحكمه فيه.
وبيكون متحكم في سلوكي، بيكون متحكم في ردود افعالي، في مودي. بيكون دايما لو تصرفت بيبقى عندي طاقة غضب بشكل مستمر. ودوت ممكن جدا من أكتر المشاعر زي ما قلنا بتدمر علاقتنا بالناس وبكل الناس اللي حوالينا. ممكن لو شعور الغضب أصبح هو اللي سيطر عليا ومسيطر على مودي طول الوقت، ممكن دوت يضرني ويضر جسمي. إزاي؟ إن بتلاقي اللي عنده غضب باستمرار سواء خارجي أو داخلي بيبقى عنده نوبات برد بتجيله بطريقة متكررة وكثيرة جدا جدا. بيضعف المناعة، من المشاعر اللي بتضعف المناعة. بتلاقي عنده دايما مشاكل في الهضم، بيسبب له القولون العصبي، بيرفع الضغط، وبيسبب أمراض تانية كتير. شوف يا سبحان الله، يعني ربنا جاب لنا الشعور دوت علشان مجرد ناخد رسالته وخلاص. بس احنا لما ما بنفهمش ايه هي رسالته وبنعيشه جوانا بيبتدي يأذي مش مشاعرنا بس، ويبتدي يأذي افكارنا والمنتال هيلث بتاعتنا. لا، ده بيبتدي يصيب كمان اجسادنا بامراض معينه. حتى اللي عندهم مشاكل دايما في القولون او عندهم مشاكل في الهضم باستمرار، بيكون اعرفي ان راجع تاني مشاعرك. وهل انت بتعيش معظم وقتك في سلام داخلي، ولا عندك بعض مشاعر الغضب اللي بتكون مسيطرة عليك من حياتك في اوقات طويلة جدا من يومك. كمان اللي بيحصل اثناء شعور الغضب المبالغ فيه، يعني انا مثلا لو انا عشت جدا في المشاعر دي فتره طويله قوي وكنت مبالغه فيها قوي، لا، انا لازم اتوقف في الوقت دوت واقول انا مهم قوي اتعامل معاها بطريقه صحيه. طب انا ازاي هعرف اتعامل معاها من قبل ما اعرف ايه هي اسبابها؟ وتعالوا دلوقتي نتعرف على ايه هي اسباب الغضب الحقيقيه، وتابعوني الفيديو اللي جاي.